من فترة حد رمى 6 جراوي تحت العمارة عندنا بجثة مامتهم الميتة. مش فاهمة استخسروا يدفنوها ليه، بس طبعا الجراوي بقوا مسؤولية. جهزت لهم أكل والبوكس ويلا نروح نجرب. من سذاجتي كنت فاكرة ان انا هقدر المهم كلهم في بوكس واروح احطهم في جنينة قريبة من البيت، بس طبعا الواقع ضربني في وشي، لان الجراوي ما شاء الله كانوا كبار وخايفين جدا جدا من اي بني ادم يقرب منهم. يا مسهل، مسكت 3 ربع. احنا اخواتك. صوتوا صويت يخرب بيوتكم. 5 ناقصنا 1. بالراحة يا ناصر. متخيلين الذعر اللي الكلب فيه لمجرد بس ان احنا بنحاول نلمسه؟ اهلا ريحتكوا تقرف وبهدلتوا لي العربية، بس فداكوا عشان نمشيكوا. هديكوا جنينة حلوة متقلقوش. ناقص اخوهم السادس، يا عيني كان مرعوب قوي فجري هرب جوه العمارة، فهنحاول نجيبه. في حاجات مادية في الدنيا عادي ممكن تتعوض، يعني العربية اتبهدلت عادي هتتغسل، بس نفسية الكلاب دي والرعب اللي شافوه من البشر هيفضل معلم معاهم طول العمر. يعني الكائنات دي اللي يقال عليها انها نكسة، شافوا امهم بتتقتل قصادهم وبتترمي معاهم، شافوا بشر بيطردوهم من المكان اللي كانوا فاكرينه بيتهم، لقوا نفسهم في مكان غريب برضو البشر بيحاولوا ان هم يطردوهم منه، ومع ذلك من براءتهم رجعوا يطمنوا تاني لما ايد طبطبت عليهم. وبالمناسبة السيناريو ده اكتر تصرف اناني ممكن يطلع من انسان، ان كلبة ولدت تحت عمارة، لا السكان بيشتكوا مش عايزينها، يلا نروح نرميها عند سكان تانيين. مش هنتكلم بقى على الإنسانية والرحمة بالحيوان، بس ما انت كده أذيت برضو عمارة تانية بسكانها بإنك زودت عدد الكلاب اللي عندهم. خلينا متفقين على حاجة، أنا بعشق الحيوانات، بس أنا برضو مقدرة الناس اللي مش عايزين ينزلوا من بيوتهم يلاقوا 20 كلب تحت البيت، وفي نفس الوقت أصلا جراج عمارة بعربيات طالعة وداخلة تخبط فيهم، دي مش بيئة آمنة للكلاب. انا عايز اعرف بقى اولاد وبنات ولا ايه الكلام؟ يعجبني برود أعصابك. وايبس ايه في الحالة دي؟ وايبس ايه في الحالة دي؟ قال لك انا معايا وايبس كتير كده. بس من رحمة ربنا إن عندنا جنينة في المنطقة كان فيها كلاب كتير، وبالوقت والسن وعوامل تانية الكلاب دي ماتوا واحد ورا التاني واتبقى عدد صغير، فكأن مكتوب لهم إن الكلاب دي تيجي تعمر تاني الجنينة، وهو جيل بيسلم جيل. طبعا مفيش ضمان إنه مش هيبقى فيه خطر، بس إحنا هنراعيهم باللي نقدر عليه. نزلنا ال5 كلاب اللي مسكناهم واطمنا عليهم وحطينا لهم أكل ومية، وتعرفوا على باقي الكلاب الكبيرة اللي موجودة في الجنينة. انت بقى هتبقى باباهم، ماشي؟ ايوه دول اخواتكم الجداد، خلوا بالكم منهم، ماشي؟ بس ما تفتكروش ان الحكاية خلصت كده، ولا انا حتى يومي خلص كده. القطاقيط اعتبروا ان احنا خلاص بابا وماما، ما كانوش راضيين يسيبونا نخرج بره الجنينه اصلا، وكل ما نروح في حته يجروا ورانا وما كناش عارفين نروح منهم. وما كنتش فاكره ان دي مشكله لحد ما عرفت اهرب منهم، والبواب قال لي انه لقى اخوهم السادس، ورحت اجيبه علشان احطه معاهم. لقينا السادس. وكانت المفاجاه اني على ما وصلت الجنينه تاني ما لقيتش ولا جرو في الجنينه. تفتكروا ايه اللي حصل؟